على الدنيا يفوح، ترتاح قربي كل روح. وهنا حكاية حكمة شعت على الدنيا سنا. وهنا حكاية حكمة شعت على الدنيا سنا. اليوم مو أي يوم، اليوم نحكي عن ولادة سيد العدالة، سيد القوانين، سيد البشر، خاتم الأنبياء، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مولد النبي ما كان مجرد حدث تاريخي، وإنما كان نقطة تحول للبشرية، لأنه بيه نزل نور العدالة والرحمة، وابتدت الرسالة، والحق يعلو ولا يعلى عليه. واقعة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتذكر لكم حادثة عظيمة يوم جت امرأة من بني مخزوم، وكانت قبيلة قوية، وسرقت بعض الصحابة. حاولوا يشفعون إلها حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يطبق عليها الحد، لأن عشيرتها كبيرة ومكانتها عالية عندهم. لكن الرسول الكريم غضب وقال كلمته الخالدة: والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هاي مو قصة عقوبة بس، هاي رسالة للعالم كله: القانون فوق الجميع، ماكو أحد أكبر من العدالة والقانون. أخوان، المحامي شغله يوصل صوت المواطن للقضاء، مثل ما كان الصحابة يوصلون قضاياهم للرسول الكريم. والقاضي هو اللي يوازن بين الحق والباطل، ويطبق القانون بلا محاباة، مثل ما علمنا النبي محمد. يعني العدالة مو بس قانون مكتوب، العدالة رسالة شرف ومسؤولية. خلوني أحكي لكم قصة بعصرنا. قبل فترة أحد الأخوة المحامين دافع عن عامل بسيط اشتغل سنوات طويلة وما حصل راتب. الشركة حاولت تماطل، لكن المحامي استند للقانون وقدم دعواه. السيد القاضي سمع الطرفين، وكان ممكن يتأثر بالشركة لأنها أكبر وأغنى وتابعة لشخصيات مؤثرة ونافذة. بس السيد القاضي طبق القانون بعدل، وحكم للعامل بكامل حقوقه. القرار هذا مو بس ورقة، القرار هذا عدل وكرامة وحياة جديدة لعائلة كاملة. مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مولد العدالة الحقيقية، من حادثة المرأة المخزومية للنبي اللي ما رضى أحد يعلو فوق القانون، إلى قاضي اليوم يحكم لعامل بسيط في شركة كبيرة ونافذة. نفس الامتداد، نفس الرسالة، نفس العدل، والعدل أساس الملك. فاليوم وإحنا نحيي ذكرى مولد سيد الكائنات خاتم الأنبياء، لازم نتذكر المحامي مسؤول يوصل صوت الضعيف، والقاضي مسؤول يطبق القانون بلا خوف، والمجتمع كله لازم يساند العدالة. حفظ الله قضاة العدل، وبارك الله بكل محامي العراق، وكل محامي ينذر نفسه للدفاع عن الحق. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنا روضة وجنى يدان، أنا من أفانين الجنان، وأنا الشريفة والقلوب إلي تحدوها المنى. أنا روضة ملئت حبور وبها تضاعفت. أنا روضة ملئت حبور وبها تضاعفت الأجور. ضوء من الجنات ممدود لنبصر حلمنا. ضوء من الجنات ممدود لنبصر حلمنا.